قالت الشرطة إن طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين تركت وحيدة في سيارة لمدة 7 ساعات، في حين أن والدتها كانت في العمل، ومن المفترض أنها تركتها بعهدة الرجل الذي كان سيأخذ الطفلة إلى الرعاية النهارية. قام صديقها القديم البالغ من العمر 31 عاما بإنزال طفلين كانا برفقته، واللذان تبلغ أعمارهما 10 و15 عاما، ولكنه نسي الطفل في المقعد الخلفي للسيارة. يقول دون من شرطة مقاطعة فايرفاكس على ما يبدو أنه كان في استراحته الاعتيادية يوم أمس حين أوصل الأولاد، وبعدها ذهب للبيت ونسي موضوع الطفلة، ولم يتحقق من السيارة ودخل المنزل. وبعد ساعات قاد الرجل سيارته عائدا للمدينة لاصطحاب الأم من عملها، وعندها عثر على الطفلة وهي بلا حراك في السيارة. إليانا غونزاليس من الجيران، وهي أم أيضا منذ 2 سنين. تقول إليانا إنه لا يجب أن تحدث هذه الأمور إطلاقا، فعليهم توخي الحذر أكثر. الأطفال ثروة يجب الاهتمام بها. جار آخر وصف الوفاة بالمأساة. تقول لورا أحد الجارات: الجميع مشغولون للغاية، ليس بالإمكان تخيل خروج شخص ما من سيارة دون أن ينظر على مقعدها الخلفي.